لو انت قاعد على جهازك وكنت شغال عليه سواء بقى بتلعب او بتعمل اي حاجه ولقيت جهازك بقى بطيء وما بقاش زي الاول، لما بتيجي تفتح برامج كتير بتلاقي الجهاز بيهنج كده وبياخد وقت كبير في ان هو يشغل البرنامج او ان هو يشتغل جوه البرنامج نفسه. فمش شرط المساحه هي تكون السبب او ان اللاب عليه فيروس او يعني الجهاز بتاعك عليه فيروس، ولكن الرام هي ممكن تكون سبب من الاسباب اللي بتخلي الجهاز يبقى بطيء وتخليه ما بيشتغلش بكامل كفاءته او قدرته على الشغل. فانا في الفيديو هوريك ازاي تطمن على الرام اللي عندك، تطمن على الهيلث بتاعته وتشوف ان هو ينفع تكمل بيه ولا انت محتاج تغيره والكلام ده كله. قبل ما نبدا انا كنت عايز اقول بس ان يعني معظم الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات هم بيشوفوا بس الفيديوهات وما بيشتركوش في القناه او بيتفاعلوا على الفيديو، فيا ريت لو عجبكم الفيديو او كده يا ريت تتفاعلوا مع الفيديو وتعملوا لايك عشان ده بجد بيحمسني ان انا اكمل وان انا اجيب لكم شرح احسن وحاجات احسن تفيدكم في اجهزتكم وكده، وبرده تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل شرح جديد بنزله والكلام ده كله. فتابع معايا الفيديو. فيديو جديد بمشكلة جديدة. طبعا الرام عندنا هي من أهم القطع اللي موجودة في أي جهاز كمبيوتر أو بي سي أو أي حاجة، لأن الرام باختصار كده هي المساحة اللي بيستخدمها الجهاز عشان يخزن البيانات اللي بيشتغل عليها مؤقتا. فكل ما انت بتديله مساحة أكبر كل ما الجهاز سرعته وأداؤه يبقى أحسن بكتير مع البرامج التقيلة زي الألعاب أو برامج التصميم أو الحاجات دي كلها. فأنا في الفيديو هوريك طريقتين، طريقة منهم هتطمن إن الرام بتاعتك بتشتغل معاك كويس وأنت فاتح أي برامج وتشوف البرامج دي بتستهلك قد إيه من الرام، والطريقة التانية هي أداة أو حاجة موجودة في الويندوز هتخليك تعرف إن لو في مشكلة في الرام أو أي حاجة فتخليك تروح تكشف عليها أو تغيرها بحيث إن هي إيه تاخد أحسن أداء منها. فتابع معايا الفيديو. وبرضه أنا عايز ألفت نظركم لأن بطء اللاب أو الويندوز أو البي سي بتاعك هو مش بسبب الرام بس أو بسبب مساحة بس أو أي حاجة، هو كلهم قايمين على بعض. فأنت لو شفت مثلا أنا منزل على القناة بتاعتي كذا فيديو عشان تحل مشكلة بطء الويندوز والكلام ده كله، فانت لو شفت الفيديوهات دي ولقيت برضو الجهاز بتاعك بطيء فده معناها ان الجهاز بتاعك فيه مشكلة في الادوات اللي موجودة فيه او المكونات، قصدي الاجزاء الرئيسية سواء بقى هارد او اي حاجة. فانت محتاج تروح تشوف عند فني تكشف على الجهاز بتاعك وتعرف الجهاز ده فيه ايه وايه مشكلته. اول طريقه عندنا وهي ان احنا هنروح نفتح التاسك مانجر واحنا فاتحين البرامج اللي احنا شغالين عليها بحيث نعرف ان البرامج دي بتستهلك قد ايه من الرام او بتشوف استخدامها يعني بيستهلك قد ايه من الرام عندنا، نعرف هل البرامج دي هي اللي بتأثر على الرام ولا حاجة تانية. برضو احيانا بيظهر في التاسك مانجر لو في اي مشكلة في الرام او اي حاجة، يعني لو مشكلة كبيرة قوي فبيظهر عندنا ان الرام فيها مشكلة فبيقول لك ان انت محتاج تستبدل القطعة دي او الكلام ده كله. فاحنا هنروح دلوقتي نفتح التاسك مانجر، هنروح نقف على التاسك بار كده، بعد كده ندوس كليك يمين وندوس على التاسك مانجر، بعد كده هنخش على performance وهنلاقي عندنا الميموري. طبعا انا مش فاتح برامج كتير فهنلاقي ان احنا عندنا الرام مستهلك بس 50% منها. طبعا معدل استهلاك الرام عندي طبعا هو مش معدل حلو خالص لان يعني انا مش فاتح برامج كتير والبرامج اللي انا فاتحها دلوقتي هي يعني مش مستهلكه كتير قوي المفروض، فانا معرفش هي ليه مستهلكه كل ده. ولكن عشان انا اللاب عندي او الجهاز يعتبر قديم شويه وبرضه انا مغيرتش الرام او جددتها او حدثت فيها اي حاجه بقالي فتره كبيره من ساعه ما جبته، يعتبر عملت تعديلات فيه ولكن ما عدلتش حاجه في الرام. فعشان كده برضو هلاقي الرام عندي خلاص يعني ايه بتشطب فمحتاج ان انا اعدل فيها شويه، ولكن يعتبر هو استهلاك كويس بالنسبه للفتره الكبيره اللي هو بيستخدم فيها الحاجات لان انا بستخدم برامج تقيله قوي عليه. فدي كانت اول طريقه عندنا ان احنا نشوف البرامج اللي احنا شغالين عليها بتستهلك قد ايه من الرام ونعرف برضو الرام لو فيها مشكله او اي حاجه عن طريق التاسك مانجر. تاني طريقه عندنا وهي ديت الطريقه الرئيسيه او الاساسيه عشان تطمن بقى على الرام بتاعتك لو انت محتاج تغيرها او هي فيها مشكله او اي حاجه، وهي ان احنا هنروح نفتح الرن هندوس كنترول ار، بعد كده هنكتب الامر اللي هو ام دي شد، بعد كده هندوس انتر. هيفتح عندنا بالشكل وهيورينا خيارين، الاول ان احنا نريستارت والتاني ان احنا تشيك بروبلمز، ولكن لما نيجي نقفل الكمبيوتر طبعا انا هدوس ريستارت هيؤدي ان احنا هنوقف التسجيل، ولكن هكمل لكم بالموبايل. ممكن الصوت يتأثر شوية وكده بس يعني هحاول ان انا اظبط الدنيا فيه شوية. فاحنا هندوس انتر وبعد كده هيفتح عندنا شاشة زرقاء ويبدأ يحمل. طبعا هو اللاب دلوقتي كده بيرستر عندنا وهيفتح عندنا الشاشة الزرقاء اهو زي ما احنا شايفين. هو دلوقتي عندنا بيحمل اهو، فلما يخلص تحميل هيجيب لنا لو في اي مشكلة في الرام او اي حاجة هنسيبه ياخد وقته ويحمل براحته. طبعا هو ممكن ياخد وقت عندنا فاحنا هنوقف التسجيل دلوقتي لحد ما يخلص. طيب هو الجهاز كده قرب يخلص عندنا، المفروض بعد ما يخلص هيجيب لنا ريبورت لو في اي مشكلة في الجهاز في الرام بقى في اي حاجة، فهنستناه يخلص ونشوف.
طيب بما ان الجهاز فتح عندنا وما جابلناش اي حاجه، يبقى كده الجهاز ما فيهوش اي مشكله. ولكن لو الجهاز هيبقى فيه اي مشكله او فهنلاقيه جاب لنا ريبورت هيكتب لنا ان فيه مشكله وهيحتاج ان احنا نغير الرام او اي حاجه. وبرده زياده تاكيد هتظهر عندنا رساله زي اللي ظاهره عندنا ديت بيقول لنا ان ما فيش اي حاجه من نتيجه التشيك اللي حصل على الجهاز. فده يبين لنا اكتر ان الجهاز تمام وان احنا مش محتاجين نغير اي حاجه فيه. ولكن برضو لو انت حبيت تزود في الرامات او اي حاجه فده مش هيضر الجهاز، بالعكس ده هيساعد معاك اكتر في شغلك وفي اي حاجه انت بتعملها. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الشرح كان سهل وبسيط وعجبكم. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو وفولو عشان يوصلك كل جديد.